إيفرارد كانيون، وده راجل إيطالي عمره 77 سنة. وفي سنة 2000 لما كان عمره حوالي 55 سنة قرر إن هو هيتجوز دمية، وقال أنا لما كنت شاب صغير عمري 20 سنة كنت بفكر أبدأ حياتي زي أي شاب من سني، وكنت بدور على شريكة للحياة، وكنت بحلم بالحب ليل ونهار، لكن للأسف ما لقيتش أي واحدة ترضى تتجوزني مع إني شخص متعلم ومن أسرة عريقة وميسورة الحال. وساعتها تقدمت لخطوبة 20 بنت على مدار 12 سنة متواصل، ومن كتر ما أنا بترفض من الفتيات وأهاليهم بدون سبب واضح كانت أصابتني حالة اكتئاب. خدت وقتها، وبعد فترة قررت عدم الاستسلام للأمر الواقع، وقلت لنفسي مش لازم يعني أتجوز واحدة تكون قريبة مني في السن، ورحت أدور وسط المسنات على شريكة حياتي، وأخيرا لقيت واحدة تحبني لشخصي وكان عمرها 95 سنة. لكن للأسف علاقتنا كانت انتهت بالفشل قبل ما نتجوز على طول، وبعد العلاقة ديت كنت فقدت الأمل إن أنا ألاقي شريكة حياة. وقتها بجد كنت أخدت القرار النهائي إني أشطب على كلمة نساء من الوجود، وجات على بالي فكرة غريبة شوية ومجنونة، لكن قلت أكيد هلاقي راحتي وسعادتي فيها. قررت في سنة 2000 لما عمري وصل 55 سنة إني أتجوز دمية بلاستيكية وأبعد عن البشر نهائي وتحديدا النساء. ورحت دخلت محل بيبيع ملابس نسائية، وقررت إن أنا أشتري من جواه فستان بشرط إن أنا أشتريه هو والدمية اللي لابساه. بصراحة يعني شكلها كان عجبني، وقلت هي دي الزوجة اللي أنا هكمل معاها حياتي للأبد. لكن إيفرارد كانيون بعد 4 سنين كان زهق منها، وفي سنة 2004 كان اتجوز الدمية التانية ليه. وفي لقاء صحفي كانوا سألوه هل انت راضي على حياتك معاهم؟ هل انت بتشعر بالسعادة وسط الدميات دي؟ طب هل هم بيغنوك فعلا عن النساء الحقيقية؟ وطبعا رد عليهم برد منطقي وقال انا مش مجنون ولا مريض نفسي، وعمري ما فكرت في مرة ان الحال هيوصل بيا لكده. ولعلمكم لو جابولي 1000 دمية مفيش ولا واحدة فيهم هتغنيني عن الزوجة الحقيقية او الزوجة الآدمية، وانا عارف كويس الكلام ده، لكن اعمل ايه؟ ما كانش فيه قدامي اي طريق غير اللي انا عملته ده. وبالرغم من ان مفيش لغة تواصل ما بيني وما بينهم او اي روح يعني، الا اني بشعر بنوع من الرضا والسعادة في حياتي وسطهم. إيفرارد كانيون مسافة ما عمره وصل 77 سنة كان اتجوز 9 دميات، وخلال حياته معاهم كان بيحضر لهم الفطار كل يوم الصبح، وكل اسبوع كان بيخرج مع واحدة منهم وكان بيروح يشتري لها فساتين وبيسهر معاها في الاماكن العامة. ولحد كده هيكون الفيديو انتهى. لو عجبك اضغط له لايك واشترك في القناة وتابع كل جديد انا بقدمه. ما تنساش كمان ان رأيك بيهمني جدا في التعليقات. سلام.